السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم غنحضر معكم الكونفيتور أو المربى ديال الجزر. كيجي لذيذ ورائع وسهل في التحضير. كنتمنى تتبعوا معايا لا فيديو حتى الأخير، وإلا عجباتكم ديروا لي شي لايك وشي تعليق زوين، وما تنساوش تبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. واللي مازال ما اشتركش كنقول ليه مرحبا والف مرحبا بك، واشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد. نبداو على بركة الله نحضروا هاد المربى مع بعض. اول حاجه بالنسبه للتحضير ديال هاد المربى غنحتاج واحد، هنا عندي كيلو ديال الجزر، وانتم كتضاعفوا الكميه اللي بغيتو. شديتو حكيتو بالحكاكه الغليظه كيف كتلاحظوا. عندي كذلك كاس ديال الماء قياس العنبه، كاس ديال عصير البرتقال وشديتو عصرته وصفيتو، وعندي كذلك نص كاس ديال العصير الحامض. وباش غنسم هاد الكونفيتير ديالي، هنا عندي قشره ديال البرتقال، قشره ديال الحامض محكوكين، وعندي كذلك واحد الحبه ديال الباديان، عويد ديال القرفه، وواحد المعلقه صغيره ديال الزنجبيل. بالنسبه للسكر انا هنا خديت نص الكميه، يعني عندي كيلو خديت 500 غرام ديال السكر، لان تبارك الله الجزر في هذا الوقت هذا تيكون حلو. صافي 500 غرام كافيه باش ان شاء الله نحضروا هاد الكونفيتور. اول حاجه غادي نحضر السيرو اللي غادي يطيب فيه هاد الجزر. هنا خديت السكر ووضعته فواحد الطنجره. دائما الطنجره اللي كتحضروا فيها الكونفيتور خصها تكون ثقيله. غنضيف ليه هذاك الماء، ونضيف ليه العصير ديال البرتقال والعصير ديال الحامض، بجوجهم كتعصروهم وكتصفيوهم، بالاضافه لهذيك النجمه ديال الباديان وحده، وهذاك العويد ديال القرفه. غناخذ هذه الطنجره ديالي وغنوضعها فوق النار. بمجرد ما كتبدا كتغلي كنحسب لها 10 ديال الدقائق، كنقص عليها وكنحسب لها 10 ديال الدقائق عادي ان شاء الله نكمل التحضير. ها هي الطنجره، ها هي غلات. بعد ما غلات حسبت لها 10 ديال الدقائق. غنضيف ليها هذاك الجزر على هاد السيرو اللي حضرت. صافي غادا نخلطوها على هاد الشكل هذا، وغادا نخليه حتى يبدا يغلي، حيت الجزر كان بارد. اون فوا كنضيفو على هذاك السيرو شويه كيرجع عاود تاني كتحيد منو ديك الغليه. هنا هو بدا كيغلي. غادا نخليه حتى يغلي مده ديال تقريبا 15 دقيقه. في الاول درنا السيرو بمده 10 دقائق، دابا غادا نخليه 15 دقيقه يغلي على نار متوسطه. هنا بعد ما دازت 15 دقيقه هانتوما تشوفوا اللون ديال السيرو كيفاش صبح. هاد الجزر راه طلق هذاك اللون ديالو في السيرو. دابا غنضيف القشره ديال الحامض مع القشره ديال البرتقال، وغنضيف كذلك المسحوق ديال السكينجبير او الزنجبيل، خديت منه معلقه صغيره. يمكن لكم تعوضوا الزنجبيل المسحوق بسكينجبير طري، حتى هو كيعطي واحد النكهه ممتازه. في حاله ما توفرش كديروا غير المسحوق. وغادا نخلط هاد المنكهات مع هاد الجزر، ونخليه يكمل الطياب ديالو مدة 15 دقيقة أخرى، دائما على نار متوسطة. صافي هنا دازت 15 دقيقة أخرى، يعني هاد الكونفيتير غلا مدة ديال 30 دقيقة على نار متوسطة. غندوز إن شاء الله غنطفي عليه وندوز باش نطحنو. هنا خديت الجزر مع المكونات الأخرى وطحنتهم على هاد الشكل. قبل ما نطحنهم حيدت هادوك العويد ديال القرفة مع ديك النجمة ديال الباديان عاد باش طحنتهم.
في هذه المرحله نسيت ما صورتش لكم، ضفت 2 كؤوس ديال العنبه ديال الماء، غير الماء بارد. سمحوا لي ما صورتش ما رديتش البال التليفون كان واقف. وغادا نخلطهم مع هذاك الجزر اللي طحنت، غنرجعهم فوق النار غير كيبدا كيغلي. كنحسب ليه نص ساعه اي 30 دقيقه مع التحريك المستمر، ما كنتوقفوش على التحريك. مره كنحرك مثلا 5 ديال الدقائق او لا، كنعاود نحرك الطنجره ديالي. هانتوما كل مره كنعاود كنحرك باش ما يلصقش ليا في القاع ديال الطنجره ويتحرق ليا. ضروري تبعوا هاد المراحل هادو باش يجيكم الكونفيتور ناجح. صافي هنا داز 30 دقيقه، نتوما كي كتلاحظوا الطنجره ما بقاش فيها الماء تماما، القاع ديالها هانتوما كي كتشوفوا. ملي كنجرب المعلقه ما كيبانش لكم الماء نهائيا، فقط هذاك المعجون ديال الجزر. صافي هادو غير الفقاعات ديال داك السكر، يعني ديك التعسيله ديالو. دابا غنبدا نطفي عليه ان شاء الله وندوز باش نعمر القريعات ديالي. كيف العاده القريعات كنعقموهم بالماء طايب والملحه والخل، وكنديرهم على شي سريبيته حتى كيتسقطروا مزيان وكينشفوا تماما من داك الماء، وكنعمروهم بالكونفيتير ديالنا وهو مازال سخون. كنستمر بنفس الطريقه كيف العاده، كنعمر القريعات على هذا الشكل وكنغلقهم جيدا. صافي كتحاولوا كتغلقوهم بشكل جيد، وغدا نوضعهم كيف العاده مقلوبين بهذه الطريقه. نستمر ان شاء الله نكمل كاع القريعات اللي عندي. وهذا هو الشكل ديال الكونفيتير اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى انه يعجبكم، فعلا كيجي رائع. كنتمنى انكم تحضروه، والى الملتقى في فيديو اخر باذن الله تعالى.